كولو ينزل بتراك جديد فجر السين السوداني. اجري وراكي والله عندي غضروف. بصراحه التراك حيكون متعه. قبل ندخل في الموضوع لا تنسوا الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس عشان نكون كتار. شكرا لدعمكم في كل اللحظات اللي فاتت. خلونا نخش في الموضوع على طول. عنوان التراك خلاني بالشراكه مع امين جعفر، وخلونا نشوف تفاصيله شنو. اجري وراكي والله عندي غضروف، اول مره ما اسيب للظروف. طبعا باين عنوان التراك خلاني. كولو بيقول لي انا بجري وراك بالرغم من انه انا عندي غضروف، وبعد كده يعني متحمل كل الظروف. كده داني من البن مكسوف، انا ناني وحادي غيري ما بشوف. هنا كولو بحاول يثبت حاجتين. الاولى قال انه هو مكسوف من الحاجات الحاصله بينهم. الحاجه الثانيه قال هو اناني وبيحب اي حاجه لنفسه ما بشوف زول تاني. بوريها انه المجتمع اللي حوله بيقول له بدل الريده دي خليها وجاسفها بضوف يعني بمزيكا. بيرجع بيقول لها يا وهميه انا اللي رفعتك لجوف، يعني انا اللي طلعتك وانا اللي رفعت مكانتك وانا اللي عليت قدرك لما تجي تخليني. كأنك ما بتحسي جهجهتيني وكشحتي عشان فرقعت تحكي. امين جعفر بدع بارات نار. قال لها انانيه وما بتحسي وجهجهتيني وعشاك براك كشحتي. ليك حاجه اختراع ما في صوت سائل منك مالك. يا اخي حي جنون العظمه ورفع السكور. قال لي اقول لك حاجه واخدي راحتك ما بزول سائل منك اصلا، يعني اعمل الدايره. قولي انك محور دنيتي ده همي تتبابري. قال لها انت قايله نفسك محور الكون، قايله نفسك خلاص محور دنيتي، يلا غوري وخليني واعمل اللي انت عايزاه. ريد لقيتها من غيري وقالوا في بعدي معزوم يا. قال لي الريده لقيتها من غيري وقالوا في بعدي مأزوم، يعني انت بعدي بيسبب لك ازمه وقلق. يا توم انا بقيت جيري والله شمتاي يا مامو. يا توم انا بقيت جيري بمعنى انه انت تاني حترجع وتسكيني وتجري وراي. ليش ما بنهضم مدفعية كلام دي شكية دي نضم من شفت معاك ان عشت منصدم. يعني شنو خليتيني؟ انا عشت اسوأ التجارب معاك وللان مصدوم ولا ازال بفكر انه انا كيف كنت قاعد في الاجواء ديك. كنت دبي لا اضربي لي بوتك مضيعه. التراك خلاني امجد كولو وامين جعفر. التراك كان رائع من حيث البيت ومن حيث الR&B ومن حيث اسلوب سرد الكلمات. القصه والحكايه كانت رائعه جدا جدا. يا جماعه لو دارين التراك كامل امشوا قناه كولو في اليوتيوب، وما تنسوا تكتبوا لي رايكم في الكومنتات. رايكم شنو في التراك ده؟ هل هو 10 من 10 ولا 9 من 10 ولا 7 من 10؟ ولا تنسوا الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس عشان اشوفكم كتار. وشكرا لدعمكم في كل اللحظات اللي فاتت، ويلا اشوفكم في الموضوع جديد.